والله العظيم النادي الاهلي النهارده سرق النقطه ديت من فريق انتر ميامي. معلش يا كابتن، معلش بن شرقي ما نزلش ليه؟ انا مش عارف بصراحه. ده غباء من المدرب ومن الاداره. تحس ان ديفيد بيكهام اجتمع بلعيبه انتر ميامي وقال لهم الفريق اللي انتوا هتلعبوه ده فيه لعيبه من الزمالك لازم نتصرف معاها. امام عاشور كان بيلعب في الزمالك نكسره، زيزو كان بيلعب في الزمالك اتنين يمسكوه، رغم ذلك جت ضربه جزاء. ياسر ابراهيم كان بيلعب في الزمالك واقف في الدفاع نهاجم بكل الفريق، لان دوت زملكاوي. والله العظيم البطوله ديت بتناديك يا زمالك، لان انت اللي هتشرف مصر وافريقيا كلها. البسوا اللون الابيض بيخافوا منه. النادي الاهلي رايح امريكا بقاله شهر ومأجر ملعب وجايب كاس وصارف مكلف ودافع فلوس لباتشوكا عشان ترضى تلعبه وبرضه رقعته، وجايب كل المذيعين وكل اللي عاطل على العمل وكل اللي شغالين بس عشان يمجدوا في النادي الاهلي. النادي الاهلي جيظ. اوعى، الله اكبر. النادي الاهلي العظيم عطر امريكا بجيازه. النادي الاهلي فسه. اوعى، الله اكبر. النادي الاهلي العظيم بخر امريكا بفسيته، وحاجه اخر قرف، وكسفونا هناك وفضحونا. بجد المال الحرام ما بينفعش، وان الله لا يصلح عمل المفسدين. كل عام وانتم بخير، وشكرا لحسن تعاونكم معانا، ومعلش سهرناكم. وسلام يا ليفا.